سؤال اخر قبل ما ناخذ اتصالات اخرى. زينب من مدينه الصويره كتقول انا انا سمح فيا الاب ديالي وانا في بطن الام ديالي، حيت الام ديالي زوجها الاب ديالي بدون عقد، الجد ديالها زعما زوجها بدون عقد، ولما حملات بيا خرجات وانا في البطن ديالها. مني تزاديت جدي قال الاب ديالي يعترف ببنتك ولكن هو رفض، وملي بلغت عاوتاني وصلت لسن الزواج تكلم معاه عاوتاني مره اخرى ورفض انه كذلك يوضعني في الحاله المدنيه. الام ديالي دارت لي حاله مدنيه خاصه بيا. دابا انا انجبت الاولاد ديالي والتقيت به، تلاقيت معاه كتقول وطلب مني السماح، وقلت له اعترف بيا ورفض. فواش عندي شي اثم انني ما سمحتش ليه؟ انا بغيت نفهم يعني جاي طالب السماحه. ما فهمتش انا كيفاش هاد الناس هادو. احنا يلاه تكلمنا على القلوب، ما فهمتش كيفاش هاد الانسان هذا كيجي هو داير ذنب قد الكره الارضيه وبنته يعني نسيبو. يا ودي اعترف ببنتك، يا ودي اعترف ببنتك. البنيه با اعترف بيا، لا اعترف المراه اعترف بنتك، لا. دابا ملي وصل واحد السن جات عنده البنيه ديالو اسمح لي، جاي كيقول لها اسمحي لي. يا اخي الكريم كيفاش تسمح لي؟ راه غادي نتسامحوا ولكن واش عارف انت شنو داير ولا ما عارف؟ هذيك بنتك علاش نكرتيها؟ حتى الا بغيتي شي حد اخر يعرف دير لها الحل المدنيه مع الزوجه ديالك الى اخره، كيجمعها هذه الله يرضي عليك وخليني مستور حتى الى ان يعني يشاء الله. مالك اش غادي يوقع في ملك الله كاع كله كاع؟ مالك شي الحبس يا اخي؟ ما شاء الله، يعني لهذه الدرجه هذه ولينا يعني كنستهنوا بهذه الحقوق هذه. والدريه هذه دابا طلعت مسكينه، ها هي دابا هذه بعد الحمد لله انسانه سويه، انسانه ناضجه، انسانه عاقله بوليداتها وكذا، لا تريد منك شيئا لا مالا ولا، بغات غير واحد الامضاء، واحد كذا حق عباد الله، حق. علاش كنوصلوا لهاد المآسي وهاد المهازل وهاد الاوضاع الاجتماعيه تنوصلوا ليها بهاد التصرفات ديالنا؟ في الاول كان عليك ديرها ودير الحاله المدنيه وسدينا انت امر. طيب دابا واش هي على شي ذنب الا ما سمحتش ليه؟ باش نقولوا تسمح، راه صعيب الانسان ترمى في الزنقه وتلاح وتمرمد، والام ديالها مسكينه سهرانه عليها، فينا هو الاب؟ الله اعلم. الاب راه هو هذاك، راه ماشي هذاك، راه ماشي وهذاك، راه بنت كذا بنت، راه صعيب هذه الامور هذه. ولكن رغم ذلك حنا يلاه تكلمنا على القلوب. سمحي يا بنتي وخلي الامر لله سبحانه وتعالى، وكوني على يقين ان ديك المسامحه ديالك ماشي هي اللي غتعطيه المغفره من عند سيدي ربي. انت الله يسامح، ولكن تيبقى انه يوم لقاء ربه شنو غادي يقدم قدام سيدي ربي على داك الشيء اللي داز. لكن الا ما سمحتش واش عليها شي ذنب؟ ما سمحش، راه ما عليها لا ذنب لا والو. علاش هو منين ما اعترفش بها؟ علاش ما قالش انا واش غادي يكون عليا شي ذنب؟ راه لا، الامور هي هذه. والعفو عند ولكن حنا كنخاطبوا في هذه البنيه هذه، كنخاطبوا فيها الانسانه المؤمنه، الانسانه المسلمه، الانسانه اللي هزت التليفون واتصلت ببرنامج دين ودنيا واتصلت بامينه كتطرح سؤالها عليها باش نجاوبوا عليه. وهذا يعني ان القلب ديالها مليء بالايمان، مليء الحمد لله بالخير. اسمحي لابيك وخلي الامور خليها لله، والله ما غفلش، ربي ما غفلش. تعفوا واصفحوا حتى ياتي الله. مسامحه استاذ في الدنيا راه كتعني المسامحه في الاخره. هي سامح، راه سامحت، غدا يوم القيامه غيقول لها سمحتي لي. ولكن لا، هي سمحت من ناحيه حقها وحق الله. فين هو حق الله؟ ربي قال لي راه هذيك راه بنتك، شي هاد الفعله هذه. راه بزاف الناس غالطين لما تيقول لك تسامحوا يا نتسامحوا، ولكن تيبقى شي حوايج ديال حقوق الله ضرب بهم القيامه. شنو غادي يقول فيها؟ احنا فيما يتعلق بحقوقنا الله يجعل البركه، احنا تسامحنا، ولكن حق الله علاش ضيعتي ديك البنيه؟ نعم بنتك كذا. نعم. واش كتظن سيدي ربي غادي يغفل على هذه الامور هذه؟ راه ربي غادي الشيء يوم القيامه. علاش كيتسمى يوم القيامه يوم تسويه الحسابات، تصفيه الحسابات؟ راه ما غنتململوا من ساحه القيامه يوم القيامه تيتصفى كل شيء الملفات. شي الحياه ديالنا من نهار دزنا حتى تموت هذه وكذا، يوم كذا يوم كذا يوم كذا تتقاد الامور سيرتوس. واش غادي يقول هذا دابا؟ ها هي بنته قالت ليه الله يسامح، ولكن قدام سيدي ربي انا غاضب عليك لانك مرمتي هذه البنيه هذه. اش غادي يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى؟ نعم.